السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. وقبل ما نخش في وصفتنا لو سمحت اطلب منك طلب: اعملي لايك وشير واشتراك في القناة، وعلق لو بتعليق بكلمة واحدة عشان يوصل الفيديو كتير. تعالوا نخش في وصفتنا. هنا بصراحة الكيكة دي كيكة مقتبسة. انا شفت الاستاذة حنين عملتها وقررت ان انا اعملها زيها لانها عجبتني جدا. اقتصادية، موفرة، لا بيض ولا سمنة ولا زبدة ولا خلاط ولا توسخي مواعين كتير ولا بهدله ولا اي حاجه خالص. بصراحه جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين. اسفنجيه، انا ما استنيتش عليها حتى لما تبرد. انا حبيت ان اطمن على مجهودي، هي ما خدتش مجهود كمان برضو والله. فعلا ما خدتش مجهود، ما خدتش تعب، ما خدتش وقت. اسفنجيه، المسام بتاعتها حلوه مفتحه. كيكه خرافه بجد، اقتصاديه جدا جدا جدا. هي طبعا كانت عاملاها في القناه عندها جاتو. انا هنا عملتها كيكه وان شاء الله هعملها برضو جاتو او تورته قريب. مكوناتها بسيطة جدا وسهلة جدا زي ما انتم شايفينها، بس اهم حاجة ان الكوباية اللي تعايري بيها هي اللي تعايري بيها كل المواد عندك، سايلة او جافة، عشان خاطر المقادير بتاعتها يعني تبقى مظبوطة وتطلع لك اللي انت عايزاه وتطلع كيكة معاكي ناجحة. انا هنا المقادير بتاعتنا كانت كوباية ونص مية، كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، كوبايتين دقيق، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، معلقة من الكربوناتو، معلقتين من الكاكاو. بس على كده، مقادير بسيطة جدا وسهلة. هنجيب في البولة اللي قدامنا دي هنحط كوباية ونص من المية، وكوباية السكر، ونص كوباية زيت، وكيس الفانيليا، وهندوبهم كويس ونركنهم شوية عقبال السكر ما يكون خد راحته كمان في المية وداب. هنيجي في البولة التانية وهنحط كوبايتين الدقيق، وهنحط عليهم معلقتين كبار من الكاكاو والبيكنج باودر والكربونات، وننخلهم كويس. تمام، وهنقلب مكونات الجافة دي مع بعضيها، وبعد كده نبدأ نمزج الخليط كله على بعضيه. بجد بجد طلعت كيكة جميلة جدا وهتعجبك، وهتقومي تعمليها. بس وانتي بتعمليها تعملي لايك وشير وتشجعيني في القناة بتعليق كويس من قلبك يا حبايبي. بص بقى، دي اهم حاجة. الكربونات هو العامل الاساسي اللي هيخلي الكيكة عندك رافعة وهشة، والمسام بتاعتها مفتحة كويسة جدا. الكربونات هيقوم بدور البيض هنا. انا هنا خلطت المكونات الجافة كلها ببعضها. بعد ما اخلط المكونات الجافه واتاكد انها اتقلبت كلها كويس، هبدا انزل بالبوله اللي فيها الدقيق بالبيكنج باودر بالكربونات وبالكاكاو. احطها على البوله التانية اللي فيها ميه وسكر وزيت وفانيليا، واقلبها كويس. برضه زي ما بتقلبي الكيكه هتقلبي كلها في اتجاه واحد، وتاكدي ان كله اتقلب مع بعضيه. هنكون في نفس الوقت جايبين صينيه بتاعتنا. الصينيه بقى على حسب ما انت عايزاه. انت لو عايزه الكيكه عاليه هاتي صينيه صغيره، لو عايزه الكيكه طبقه بتاعت السمك بتاعها ما يكونش عالي قوي هاتي صينيه صغيره. صينيه كبيره. انا هنا كنت جايبه صينيه مستطيله، مسحتها بالزيت وحطيت عليها شويه دقيق ونزلت بالكيكه زي ما انتم شايفين. ادي الكيكه خبطه صغيره جدا على المطبخ عشان تبقى كلها بسوا بعضها، ما تبقاش جنب عالي وجنب واطي. تمام. وهتدخلها في الفرن، تكوني مسخناه وتحطيها في الفرن. مش هتاخد معاك حوالي من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. وطلعت زي ما انتم ما شايفين. طبعا انا استعجلت عليها وما استنيتش حتى لما تبرد او ان انا انقلها في طبق التقديم، لان بجد كنت عايزه اطمن عليها. طلعت كيكه جميله جدا جدا. سكرها مظبوط، هشه، طريه، المسام بتاعتها كويسه جدا. بجد طلعت فيها كل حاجه جميله. ان شاء الله ان شاء الله انا مش هبطل اعملها، وانتم مش هتبطلوا تعملوها. شكرا يا حبايبي، شكرا لكل متابعينا. يلا قومي اعملي الكيكه وقولي لي في التعليقات ايه رايك فيها،